السلام عليكم، اهلا بيكم مطبخي. النهارده اجازه وجمعه، ما يحلاش افطار الجمعه الا بالمعجنات. هنعمل شويه فطير مشلتت كده بالزبده او السمنه البلدي اللي تفضلوه ان شاء الله. حاجه بسيطه، هو هياخد مننا وقت، بس صراحه الفطير المشلتت يستاهل. جميل جدا، شايفين النتيجه مبهره، واخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت، والطبقات ما شاء الله مورق جميل جدا. الصراحه ما قعدوش الفطيرتين دول، وانا نفسي في فطير تاني. جميل جدا. افضل طريقه الصراحه اعمل بيها الفطير اللي هتشوفوها دي، تشوفوها في الفيديو، انا عملته قبل كده تقريبا بنفس الطرق دي او بنفس الطريقه دي. لكن انا حبيت اذكركم واذكر نفسي بالفطير، وحبيت احضر فطار يوم الجمعه معاكم كده، فكره نستفيد بيها كلنا. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا، في شويه تريكات كده هقول لكم عليها. عشان الفطير ينجح لازم يرتاح قبل يرتاح في كل مرحله. يعني معجنة العجين هيرتاح، لازم يرتاح نص ساعة. بعد ما فردت العجينة وحطيت عليها زبدة برضو ولفيته رول، يرتاح نص ساعة. بعد ما فردته الفردة التانية برضو لازم يرتاح نص ساعة. لما اجي بقى افرده وابططه في الصينية، دي اهم حاجة قبل ما ادخله الفرن يرتاح. عشان بعد ما فردته في الصينية، اسيبه يرتاح نص ساعة او ربع ساعة. تمام، عشان لما يخش الفرن يقب بسرعة ويورق معايا بسرعة. شايفين النتيجة ما شاء الله. شوفوا الفيديو للآخر وتابعوا الفيديو للآخر، وإن شاء الله هتبقوا أساتذة في عمايل الفطير، مش هنحتاج نجيبه من بره تاني بإذن الله. وشكرا لكل المشتركين الجداد في القناة، وشكرا لكل اللي بيحط لي كومنت حلو يفرحني. ودمتم في حياتي، وربنا يخليكم في حياتي بإذن الله. يلا بينا نبدأ. أنا هستخدم العجان، وهستخدم كيلو دقيق واحد. تمام. اللي ما عندوش عجان ممكن يعجن على ايده عادي، بس انا مش محتاجه فرهده الصراحه، فانا قلت العجان هيساعدني كتير، لان احنا هنعجن شويه حلوين في الفطير. حطيت كيلو دقيق، وكيلو دقيق بياخد بالظبط 200 معلقتين من السكر. عايزين تزودوا سكر عن كده اللي يعجب. وحطيت رشه من الملح، وحضرت جنبي نص لتر من الميه الدافيه، او اللي هي الفتره يعني، مش سخنه. وهزود الميه تدريجيا. هنا بقلب المواد اللي جافه كده قبل ما احط الميه، وهنزل بالميه شويه بشويه، عشان ممكن الدقيق يخف معايا واضطر احط دقيق تاني. فانا بشويه بشويه بحط الميه. هفضل اعجن فيها لحد ما تديني عجينه طريه مفتوحه زي ما بيقولوا، لينه، بتلزق بسيط في الايد. وبعد كده هسيبها ترتاح شويه قبل ما اشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين بنزل بالميه تدريجيا. خلاص كده العجينة اتعجنت كويس، زي ما انتوا شايفين عجينة طرية. هلمها واحط عليها شوية زيت او شوية دقيق، واسيبها واغطيها كويس، واسيبها ترتاح نص ساعة. تمام. هنا كنت رفعت العجينة من العجان، وحطيت شوية دقيق تحتها وشوية دقيق فوقها، واغطيها بكيس عشان ما تنشفش طبعا. وهنغطي البولة برضو بفوطة، واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة قبل ما اشتغل فيها. تمام. شايفين العجينة ما شاء الله عاملة زي الاستك. من التركات الناجحه للفطير برضو ان احنا نعجن شويه حلوين كده في الدقيق بتاعها او في العجينه بتاعتها. تمام. برضو الفرن لازم يكون درجه حرارته عاليه. خلاص كده ارتاحت نص ساعه، ابتدي بقى اشتغل فيها. انا هفرد دقيق تحتها، هفرد كميه دقيق حلوه عشان مش عايزاها تلزق. عارفين فكره السينابون، هنفرد الفطير كالسينابون بالظبط. تمام. وهنفرده على الدقيق الصراحه بيديله قرمشه حلوه. عارفين برضو فكره السمبوسك اللي احنا بنعملها في البيت، مش احنا بنحط طبق دقيق ما بين طبقات السمبوسك قبل ما نفردها. دي بيديها قرمشه برضو، الدقيق مع الفطير والزبده، ووجود الزبده طبعا بيديها قرمشه حلوه قوي مع الفطير. هنا نفرده على شكل مستطيل بقدر المستطاع طبعا. تمام. ونحاول نخلي الاطراف بتاعته مش تخينه، نفس سمك الفطيره بالظبط. يعني التكه الاطراف كلها او الفطيره كلها تبقى نفس سمك واحد، كلها نفس سمك واحد. ما تخافوش لو اتقطعت ولا حاجه. هنا انا لقيت العجينه هتلزق مني، فحطيت لها شويه دقيق برضو. تمام. عشان لما اجي اعملها رول او الفها رول ما تلزقش في الرخامه. اديت لها رشه دقيق كده من فوق صغيره برضو، تديها رمشه حلوه. هنا دي من التركات الناجحه برضو للفطير،
ان الكيلو دي بياخد ربع كيلو من الزبده. عايزين تحطوا سمنه اللي يعجبكم، عايزين تحطوا زبده برضو اللي يعجبكم، بس احسن حاجه في الفطير هي الزبده. بتديله توريقه حلوه، لان الزبده فيها لبن فبتخلي الطبقات ترتفع عن ايه، عن بعضها. بفرد كده الزبده لازم تكون بدرجه حراره المطبخ عشان اقدر افردها على الايه، على الفطيره. استخدمي ايدك بقى، استخدمي سباتيولا اللي يعجبك. تمام، انا حبيت استخدم ايدي عشان احس بمستوى الايه، الزبده في كل الايه، في كل الفطيره. بقيت جبت بقى سباتيول وقلت اسويها كده. ابتدي بقى ارول الفطيره زي السينابون بالظبط. تمام، واحاول اضغط على كل ايه لفه، يعني الف واضغط الف واضغط. تمام، لحد ما اجي للنهايه. الطرف الاخير ده احاول ايه، اموته شويه، يعني ما اخلوش سميك عشان يمسك في الايه، في الرول كويس. هنا بقى عندكم خيارين، ممكن تعملوا الكيلو دي ده على 2 أو 3. انا عملته على 2. تمام، ولفيته كده، لفيت الرول على شكل تعبان كده ملفوف على بعضه. وجبت الصينيه اللي هشتغل فيها وحطيت فيها شويه من الزيت، وحطيت فيها ايه، الفطيره دي. الفطيره التانية ايه، حطيتها في نفس صينيه تانية، وحطيت شويه زيت على الوش برضو عشان الفطيره ايه، ما تنشفش مننا. وهنغطيهم ونسيبهم يرتاحوا، ويفضل ان احنا نسيبهم يرتاحوا في التلاجة شويه عشان لو الجو حر، عشان الزبده تجمد ايه شويه، عشان لما اجي افردها بقى بعد كده الزبده ما تخرجش ايه منها. تمام، كده ارتاحت. ابتدي بقى افرد، هحط نقطه من الزيت او شويه زيت صغيرين. المره دي مش هنحط ايه دي، كفايه دي اللي فردنا عليه في الاول. هنا ابتدي بقى استخدم ايديا او النشابه اللي يعجبكم. انا لقيت افضل ان استخدم ايدي احسن. تمام، متقلقوش لو اي قطع فيها او اي حاجه، كله هيتدارى باذن الله. اهم حاجه ان احنا نخلي سمك الفطيره كله واحد. ابتدي اتنيها بقى، اتني الاطراف كلها على بعضها زي ما انتم شايفين، واكورها على نفسها كده. تمام، واحطها في نفس الصينيه اللي انا ايه ريحتها فيها من شويه، واغطيها بنفس الكيس واسيبها ترتاح بقى. دي الفطيره التانية. اعمل الفطيره التانية. لو بنعمل كميه من الفطير مش هنسيبه يرتاح، لان عقبال ما اول ما اخلص اخر فطيره هتكون اول واحده ايه ارتاحت. يعني لو هعمل 5-6 فطاير، عقبال ما اخلص ال5 أو ال6، عقبال ما ارجع للاولى هتكون ارتاحت، فمش محتاجه ان انا اريحه ايه فتره كبيره كده. دي الفطيره التانية زي ما انتم شايفين. الصوره او الفيديو بيوضح طريقه الايه، اللف بتاعتها. خلاص كده الفطير ارتاح. المرة التالتة هفرده، او المرة التانية مش فاكرة، هفرده في الصينية. تمام، طبعا انا شغلت الفرن عشان عايزة درجة الحرارة بتاعته تكون عالية. واجيب حتة من الزبدة او معلقة سمنة بلدي او حتة قشطة، واحطها على وش الفطيرة، هتديها لون حلو. تمام، بعد الفردة دي لازم ترتاح. دي اهم ارتياح الفطير في كل المراحل مهم جدا. دي اخر حاجة نعملها في الفطير، فلازم نريحه قبل ما ندخلها الفرن عشان يقب معانا والطبقات ايه تورق. انا سويت الفطير على الصاجة تحت، قريب من الحرارة اللي تحت، يعني ما حطيتش شبكة عشان هو عايز درجة حرارة عالية. ولما قب حسيت ان الوش بتاعه ما خدش ايه لون كويس، رحت مشغله الشوايه دقيقتين لحد ما اداني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، ما شاء الله خدت لون حلو من فوق ومن تحت، ومستويه، وريحتها تحفه جميله جدا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتبقوا اساتذه في عمايل الفطير. مش هتضطروا ان انتوا تجيبوه من بره تاني باذن الله، وهيعجب كل اللي ياكلوا منكم باذن الله، سواء ضيوف سواء اهاليكم سواء ولادكم. فرحوهم بالفطير المشلتت. في ناس كتير بتحب الفطير وتبقى محرومه منه مش عارفه تجيبه منين، فاحنا نعمله في بيتنا احسن، صح ولا لا؟ جربوا الفطير بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم. قدموا بقى جنبه عسل، جنبه جبنه، اللي يعجبكم، قشطه بلدي،
جبنه قريش، اللي يعجبكم. الف هنا وليكم، الف هنا وشفا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه اذا عجبكم الفيديو باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.